ذكر لعشيرة كيكان في التاريخ العربي قبل 1100 عام. ذكر المسعودي المتوفي سنة 345 هجرية عشيرة الكيكان الكردية خلال حديثه عن العشائر الكردية، وكذلك الكرد عند الفرس من ولد كرد بن إسفنديار بن منوشهر، منهم الباذنجان والشوهجان والشاذنجان والنشاورة والبوذيكان واللنرية والجورقان والجوانية والبارسيان والجلالية والمستكان والجبارقة والجروغان والكيكان والماجوردان والهذبانية وغيرهم بزمام فارس وكرمان وسجستان والخراسان وأصبهان وأرض الجبال من المهات، ما هو الكوفة وما هو البصرة وما هو سبذان والأيغارين، وهما البرج والكارج أبدلف وهمذان وشهرزور ودراباز والصامغان وأذربيجان وأرمينيا وأراني والبيلقان والباب والأبواب، ومن الجزير والشآم والثغور. من كتاب التنبيه والإشراف الصفحة 78. أعتقد هي عشيرة الجابران التي تسكن حاليا جنوب ناحية عامودة. هذه المعلومة من الأستاذ علي شيخ برازي. الإخراج سردار رمان.